حاسة شوية على بداية الدراسة، حاسين إن إحنا متأخرين، خلاص المحاضرات اتراكمت علينا 20,000 محاضرة في كل مادة بقى وكويزات وميدترم ومش عارفة إيه. تعالوا نتكلم النهاردة عن الموضوع ده، ونتكلم إزاي نلم اللي فات، وإزاي نتعامل مع الشعور اللي إحنا بنحس بيه في الوقت ده. فيلا بينا. الحقونا. إحنا الأول كنا بنقول يا تلحقونا يا ما تلحقوناش، النهارده بنقول لكم الحقونا بجد. ابدأ بأي إمكانيات عندك، مش شرط إنك تنتظر البيرفكت تايم أو البيرفكت مومنت. الظروف المثالية لا تتحقق أبدا، اللحظة المثالية بتيجي ساعة ما أنت تبدأ. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أنا مستمر في السعي أهو، رغم انعدام الشغف وانعدام الطاقة وانعدام كل شيء حواليا، عشان أقسم بالله أني على آخري. أول حاجة محتاج تعرفها أصلًا إيه السبب اللي أدّى للشعور اللي أنت فيه دلوقتي أو للوضع الحالي بتاعك ده. فممكن يبقى السبب إن هو كان في نظام جديد فأنت لسه مش فاهم في الدنيا أوي، ممكن تبقى داخل أولى جامعة فculture جديدة مختلفة، يا لهوي إيه كل ده! فمش فاهم حاجة. ممكن لأ، أنت تبقى مثلًا أنت already أنت فاهم الدنيا ماشية إزاي بس مش معاك data تذاكر منها. ممكن يبقى سبب خارج عن إرادتك اللي أنت كنت تعبان مش عارفة إيه. ممكن يبقى عندنا مشاكل نفسية، مشاكل صحية، الكلام ده كله. ممكن يبقى سبب ببساطة إن أنت اتمرقعت. أيًا كان السبب اللي وصّلك للموضوع ده، أنت محتاج تعرف إيه هو عشان نقدر نعالجه، عشان أنا ما ينفعش آجي أعالج حاجة وأنا مش عارف أصلًا إيه أصل الحاجة، فكده هتلاقيني عمّالة بالِف في circle مُغلقة كده وما عالجتش السبب الأساسي. فأول حاجة هتحتاج تعملها إن أنت تحدد إيه السبب الأساسي. طيب حددت السبب الأساسي يا باشا كان إن أنا اتمرقعت. خلاص عرفنا الشعور اللي جوانا، عرفنا مصدر الشعور، عاوزين بقى نتعامل مع الشعور ده، ما مش خلاص بقى هافضل قاعد ساكت، أنا ندمان، أنا اتمرقعت، وبعدين عاوزين بقى نتعامل مع الموضوع ده، أيًا كان السبب اللي وصّلك للوضع اللي أنت فيه دلوقتي، فده وضعك الحالي، مش هيفيد إن أنت تفضل تندم على اللي فات ومش عارفة إيه وبلا، بلا، 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 عشان كل ده مش هيفيد بأي حاجة. لو أنت فضلت خلاص كنت ضيّعت مثلًا مسلسل، 5 حلقات من المسلسل وخلاص فاتوك والمفروض إن الأسبوع الجاي هتنزل حلقة السبت، أنت هتعمل إيه؟ هتقعد تزنق نفسك وهتخلّص ال5 حلقات وهتمشي مع السبت عادي جدًا، إنما لأ هتفضل لأ، ده أنا ضيّعت المسلسل، ده أنا مش عارفة إيه، خلاص الناس سيبوني، هتخلّصهم في نُص ساعة، أنت مش فاهم إزاي بس هتخلّصهم، ماشي؟ عرفنا السبب الأساسي للشعور اللي جوانا ومحتاجين نتعامل معاه، وخلاص اتفقنا إن الندم على اللي فات مش هيغيّر أي حاجة في اللي جاي، أنا already ضيّعت الماضي، فبلاش أضيّع الحاضر والمستقبل بتاعي، فخُد نفس الconcept ده، ليه بقى ما بناخدش نفس الconcept ده في المذاكرة؟ أنا دلوقتي عندي فرصة إن أنا أقدر أبتدي من تاني طالما أنت عايش وطالما أنت بتتفرّج على الفيديو ده، فخلاص اتفقنا إن إحنا إن شاء الله نبتدي سوا بداية جديدة. هنبدأ إزاي بقى؟ تعالَ نشوف. هاروح الأول دلوقتي أختار التخصُّص بتاعي ما كنتش لسه اخترته، فهاختار القسم النهارده إن شاء الله، وبعد كده أروح أشوف المحاضرات عشان لسه الدكتور ما جاش، ونكمّل بقى باقي الفيديو بتاعنا، يالّا بينا. الإنسان يجب عليه أن لا يندم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، هذه القاعدة الكبرى في التعامل مع الأهداف، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا وما يدرك، استمتع باللحظة اللي أنت وصلت لها، احمد الله عز وجل، هذه اللحظة هي خير ما يمكن أن تحصل عليه، فكر ماذا ستفعل بمقدورك القادم، احنا في لحظة حاضرة هنا والآن، ما قبله فات ولا نستطيع تغييره. طيب خلاص اتفقنا من شوية إن إحنا مش هنندم على اللي فات، لإنه ببساطة هيضيّع لنا اللي جاي، فلو كنا ضيّعنا اللي فات فما لهاش لازمة إن إحنا نضيّع الحاضر والمستقبل كمان. اتفقنا إن إحنا هناخد خطوات عملية بسيطة وصغيرة عشان نقدر نوصل للهدف بتاعنا بشكل كويس وسريع. أول حاجة لمّا آجي أعمل أي بلان في الدنيا محتاج أقيّم الوضع الحالي بتاعي وأنا عاوز أوصل لإيه. فأنا وضعي الحالي إن أنا متراكم عليَّ مثلًا أول 4 أسابيع من الكلية، أول شهر من الكلية، أول شهرين من الكلية، أيًا كان الsituation اللي أنا فيه. الوضع اللي أنا عاوز أوصل له هو مثلًا إن أنا أخلّص كل الquizzes اللي عليَّ، أبقى مذاكر كل المواد، ما يبقاش في أي حاجة متراكمة. هل الموضوع ده صعب؟ الموضوع ده مش صعب لو اتاخد بخطوات عملية بسيطة، وأهم حاجة فيها هي الاستمرارية. زي أحدد وضعي الحالي مبدئيًا، أنا هاشوف مثلًا أنا عندي كام مادة say مثلًا 7 مواد، المادة دي متراكم عليَّ فيها مثلًا 4 محاضرات، المادة دي متراكم عليَّ فيها 5 محاضرات، المادة دي متراكم عليَّ فيها محاضرتين، أيًا كان. حاجة برضه كمان بلاش تبُص للحاجة اللي هو حاجة كبيرة أوي، أنا متراكم عليَّ شهر، أنا متراكم عليَّ مش عارفة إيه، لأ، قسّم الحاجة الكبيرة لحاجات صغيرة، say لو أنت عندك project كبير أيًا كان، لو الproject عبارة عن إن أنت تخلّص المحاضرة دي، محاضرة
فأنا هاعتبر إن دي project هاقسّمها لكذا task صغير أو milestones، فأنا في الأول مثلًا هاخد أول 2 slides، بعد كده الslides اللي بعدها وهكذا، فمجموع الslides دي مع بعض هيدّيني المحاضرة الكبيرة. نفس الموضوع مجموع المحاضرات اللي متراكمة عليك هيدّيك المادة الكبيرة. أنا مش عليّا شهر متراكم من الدراسة، أنا عليّا 4 أسابيع في المادة، يعني 4 محاضرات في كل مادة. لو أنا حرفيًا قعدت في يوم أو يومين أنا ممكن أخلّص المادة الحاجات متراكمة عليّا. ما تضخّمش الأمور أوي وتقول إن أنا عليّا حاجات كتيرة ومش عارفة إيه ومش هاقدر ومش هالحق. قُلنا خلاص إن إحنا هنسيبنا من الندم ونركنه على جنب، وهنبدأ في الخطوات العملية ونحل الموضوع بعقلانية. طيب خلاص أنا دلوقتي عرفت إن أنا عندي كام مادة، وعرفت كل مادة فيها كام محاضرة، المفروض بقى إيه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده إن أنا هابدأ أحدد الأولويات بتاعتي. فأنا مثلًا عندي مادة اسمها strategic management المفروض عندي quiz ليها الأسبوع الجاي، فأول حاجة هاعملها هي المادة بتاعة الstrategic management ليه؟ لإن ببساطة عندي quiz فيها الأسبوع الجاي، خلاص حددت إن هي دي الأولوية، دي المادة اللي أنا هابتدي فيها. بعد كده بقى هاعمل جدول زمني للموضوع ده، باحط time block لكل حاجة، فsay مثلًا أنا المفروض النهارده أخلّص الchapter الأول من المادة دي، المفروض بكرة أخلّص الchapter التاني، المفروض بعده أخلّص الchapter التالت، وهكذا. كده يبقى تلخيص لكل اللي فات، إحنا اتكلمنا إن إحنا خلاص هنskip الندم ده على جنب، وهنتعامل مع الموضوع بعقلانية، هنحدد الحاجات اللي ورانا، هنرتبها على حسب الأولويات، نحط لها time table عشان أمشي عليه، والجدول ما يبقاش محنتف أوي ولا يبقى مبهوأ أوي. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بس كده ده كان الvlog بتاع النهارده، ما تنساش تعمل follow وsubscribe لو بتحب الvlogs الممتعة وتطوير نفسك، وما تنساش تصلّي. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى